الفنان احمد زكي في فيلم البيه البواب كان بيقول هو الخميس كان بكره يبقى التلات كان ايه؟ انا بقى جاي اقول لكم هو في ايه. النهارده today، وخلي بالك من ساوند الشوا وانت بتنطق today. امبارح yesterday، بكره tomorrow. وخلي بالك ان yesterday و tomorrow ممكن يجوا adverb يعني ظرف او حال عشان يدينا more information about الverb اللي احنا هنتكلم عنه، وممكن يجوا noun، ولما جم noun بيكونوا uncountable noun، اسماء ما بتتعدش. اوكي طيب اول امبارح بقى the day before yesterday، اليوم اللي قبل امبارح، يبقى اول امبارح the day before yesterday. تغيب انت يومين ثلاثه كده عن الرجاله بتوعك صحابك وترجع كده بعد الغيبه الطويله دي وكل لك هبه تقول لهم ايه what from the day before yesterday، ايه اللي حصل للرجاله في اليومين اللي فاتوا. طيب بعد بكره بقى the day after tomorrow، the day after tomorrow اللي هي برضو بتساوي in today's time. وخلي بالك من apostrophe اللي بتحط بعد الاس وقبل التايم، دي معناه ان اليومين from now، بتعد يومين from now، يبقى in today's time او the day after tomorrow. نقول بقى مثال I couldn't go shopping yesterday so I have to go today. ليه يا عم الحاج؟ because I'm going to Cairo tomorrow. عجبك الفيديو لايك وشير واشترك عندي عشان تعرف كل جديد and thanks a bunch.